السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أحييكم من موقع يافي نيوز وأقدم لحضراتكم حصادا لهذا اليوم. وفي هذا الحصاد، الرئيس هادي يترأس اجتماعا استثنائيا لمناقشة المستجدات الأمنية في عدن والمناطق المحررة، يحث الأجهزة الأمنية على اليقظة. نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح يصل إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة الحكومات العالمية. المقاومة الجنوبية والجيش الوطني تصد هجوما لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الشريجة. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تعرض استسلامها في بيحان مقابل عدم التعرض للمتحوثين في المنطقة. خطوبة فريدة من نوعها بين الزميلين آيات وعماد أثناء عملهم بتوزيع مساعدات في باب المندب ضمن فريق تطوعي لمساعدة الهلال الأحمر الإماراتي. وإلى الأخبار في الشمال، الناطق باسم الجيش الوطني في صنعاء كافة القوات الموالية للشرعية ومقاتلي المقاومة الشعبية باتوا على هبة الاستعداد لتحرير صنعاء واستعادتها من الميليشيات الانقلابية. طيران التحالف العربي يشن عدة غارات على عدة أهداف في صنعاء، أبرزها جبل النهدين والقصر الجمهوري. مقتل القيادي الحوثي طه المداني في غارة للتحالف العربي. وتقرير حكومي استشهاد وإصابة 548 مدنيا في تعز في قصف الميليشيات الحوثية خلال يناير المنصرم. إلى الأخبار العربية والعالمية، السعودية تطلق رعد الشمال وهي مناورة عسكرية هي الأقوى في الشرق الأوسط بمشاركة الآلاف من القوات السعودية والخليجية والمصرية والسودانية والأردنية، وتشمل مناورات برية وبحرية وجوية. بعد السعودية، الإمارات مستعدة للتدخل البري لمحاربة داعش في سوريا. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول الصاروخ الكوري الشمالي. وإلى الأخبار الاقتصادية، البورصات العربية تشهد هبوطا بعد هبوط أسواق البورصة الأمريكية. هبوط قياسي لاحتياطي الصين النقدي الأدنى مستوى منذ 2012. البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم من أزمة توقف لأقراض الاقتصادات الصاعدة ما ينذر بأزمة عالمية. وإلى الأخبار الرياضية، استعادت برشلونة حامل اللقب انفرادته بصدارة دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم متقدما ب3 نقاط على أتلتيكو مدريد. والأنتر يصدب بالتعادل أمام فورينا متذيل ترتيب الدوري الإيطالي. بعد استبعاده من تدريب تشيلسي الإنجليزي، مورينيو يقول إنه سيعود قريبا إلى عالم التدريب. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم من موقع يافي نيوز حصادا لهذا اليوم. شكرا على حسن انصاتكم ومتابعتكم. في الختام، تقبلوا تحيات من إدارة الأخبار حبيب السيد وعلي محسن، كما هي لكم محمد سلمان بحمود مقدمة لهذا الحصاد، وذلك من الإشراف العام ياسر اليافي. شكرا ودمتم بألف خير.